ليلى بنت زي أي بنت مصرية، عندها 27 سنة، عايشة حياتها على أمل إنها تلاقي نصيبها وتكمل نص دينها. شغالة في شغلانة بتحبها، وعندها صحابها اللي سندينها، وعيلة صغيرة بتحبها وتحتويها. كانت كل ما يجيلها عريس تقول يمكن ده اللي ربنا كاتبهولي، بس للأسف أغلبهم كانوا بييجوا ويروحوا من غير ما يحصل نصيب. لحد ما في يوم خبط بابهم عريس جديد، أحمد. العريس ده كان اسمه أحمد، عنده 45 سنة، بس أمانة ربنا شكله أصغر بكتير من سنه. دمه خفيف، كلامه معسول، ومن أول قعدة حسيت إن الدنيا ابتسمت لي. قعدنا أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، وكل مرة كنت بحس براحة أكتر. أحمد ده كان مختلف، كان بيعرف يوصل لقلبي، يحسسني بالأمان. كنت طول الوقت بفكر، يا ترى ده هو اللي ربنا بعتهولي بعد طول انتظار؟ يا ترى الراحة دي كانت مجرد بداية لإيه؟ وهل الحلم ده هيتحقق بجد؟ شوفوا الجزء التاني عشان تعرفوا.